أنت تقول أنك اكتشفت موقع أو منزل الرسول في مكة. حدثنا عن هذه القصة. يعني زي ما قلت أن هناك مراحل مختلفة مرت بها مكة والمدينة، وهناك بيوت معروفة، أماكن معروفة عندنا عند أهل مكة تواترت ما بيننا من أب إلى ابن إلى جد إلى حفيد وهكذا إلى أن وصلت، ونعرف عادة بعضنا البعض. هناك ناس ما يعرفوا يقروا ويكتبوا لكن يعرفوا هذه المواقع، وأيضا وردت في الكتب، بس ابتدأ أنا من الأزرقي والفاسي وغيره وغيره من الكتب، وإلى أن تصل إلى آخر رحالة وكذا موجودة وموصوفة ولها وصف. ومن يريد أن يحصر هذه الأماكن ويعرفها يرجع للكتب التاريخية، ولا تسمعوا كلامي بس أنا. هناك كانت ما لا يقل عن 300 أثر، ما بين أثر وموقع له علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته أو صحابته الكرام والتابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن يعد على اليد الواحدة. حدثنا عن بيت الرسول نفسه. وبيت الرسول إحدى هذه المواقع الهامة، إلا شرط إنه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وافق على إبقائه. فذيك الفترة كان في الشيخ القطان فبنى عليه ما يسمى مدرسة تحفيظ القرآن، وناس عارفين الموقع شايفينه قبل كده وحتى يمكن درسوا فيه. فلما صارت توسع عند لزيارة أماكن الصلاة خارج المسجد الحرام، المكان ده معروف لدينا عند أهل مكة، ومعروف في الشارع يقول الزقة فيها، وكله شيء معروف محطوط على الخرائط حتى موثق، خرائط العثمانية وغيرها. اشتغلت دركتر في كل اتجاه. على فكرة هذا كان في الفترة اللي فيها كان غزو الكويت، فاشتغلت الدركتورات في مكة بشكل لم يكن له يعني مثيل في الماضي، ولزالت هذه الأماكن وبدون مراعاة لكل الأثر. كانت لما تحسر أنا بقاطعك هنا لما تقول في فترة حرب تحرير الكويت وأنها بشكل واشتغلت التراكتورات بشكل لم يسبق لا مثيل. هل لأن تركيز الناس على قصة أكبر أصبح هناك فرصة لتنفيذ هدم الآثار؟ يعني تركيز الناس على العراق والكويت. إذا النية ممكن، لكن يعني نحسن النية ونقول يعني تواكبت أو توافقت، لكن سمعت البعض يقولها بهذه الطريقة، وهذه الإشكالية أيضا إنه أشياء زي كده تحصل يستغلها البعض للتحريض أو خدمة أغراض شخصية. هنا يجب أن ننتبه إنه قد يكون أفعال تصدر مننا أو من بعضنا تؤثر علينا كلنا وتؤثر على الوضع. طيب شلون تم اكتشاف موقع بيت الرسول؟ فصارت الإزالات، احنا عارفين الموقع، فظهر محراب قديم جدا أثناء عمليات الحفر. فجيت أنا للموقع باختصرها بسرعة جدا، فحددنا الموقع وتأكدنا منه وحاطناه بالسور حديدي أو خشبية يعني حوله، وبدأ العمل في كل اتجاه، وحاولنا إحنا بأسرع ما يمكن ننقب بإشرافي أنا، واشتغلنا فعلا مدة حوالي يمكن 40 يوم ننقب خطوة خطوة، إلى أن فعلا مستخدمين الخرائط القديمة ومستخدمين بعض الناس اللي هم كانوا درسوا في هذا المكان من أهل مكة وعارفينه تأكيدا. فبالوصف والشرح والتنقيب يعني السريع، بس المفروض يكون أقل من كده سرعة، خلينا نكتشف أماكن زي مثلا وجدنا إنه الشيخ القطان لما بنى رحمة الله عليه بنى ما بين المباني أو الحوائط القديمة، فلما نزلنا الحوائط الجديدة اللي بنى عليها الدور اللي أضافه وجدنا أيضا أن هناك الفراغات موجودة. مثلا أول واحد ما ينزل حسب حتى الوصف التاريخي على يده اليسار هناك المقعد اللي نسميه المقعد أو دار الضيافة، كان يستقبل فيه صلى الله عليه وسلم ضيوفه، ثم يمر على مكان موزع. الموزع ده يؤدي إلى 3 غرف رئيسية، غرفة للرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة، غرفة لأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها موقع ولادة السيدة فاطمة واضح وكتب عنه في التاريخ، وموقع آخر مكان تعبده صلى الله عليه وسلم وهبط الوحي فيه. وهذه كلها كانت واضحة في المخططات. أنا طبعا بعد كده رسمنا وحددنا وكل شيء، لكن ما اكتفيت، فابتديت أنزل تدريجيا، وهذا أمر يعني يعتبر في علم الآثار ما يصير بالسرعة هذه، لكن اضطريت إلى الاستعجال ونزلت. ليش كنت مستعجل؟ الدركتورات في كل ما يحيط بي كانت الدركتورات. طيب ما حد من السلطات لما بين الأثر قال أوكي هذا مكان مهم، هذا مكان تاريخي، هذا أثر؟ أنا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشأن في هذا الأمر،
لكن يعني كان الخوف من الآخرين لهم السلطة الدينية إنه المكان ده سيستخدم للبدع والشرك ويسبب فتنة وكذا، حتى كانوا يرغبوا في إزالته. إزالته بمعنى تدمير الموقع بالكامل إزالته. ولكن اللي سويته اللي علي أنا سويته، رفعت المكان، درسته، تدرجت فيه إلى أن وجدت فعلا أن المبنى من العصر العباسي واضح، الطبقة العباسية. نزلت أكثر وجدت أنها تتعدى وتصل إلى مباني بدائية ما تقل عن 1400 سنة. هذا هو بيت الرسول أو لا؟ طبعا كل الكتب ذكرت دائما الأزرقي، إنه الأزرقي بيذكر إنه معاوية رضي الله عنه اشتراه من عقيل وضمه إلى دار أبو سفيان واتخذ فيه مسجدا. فوارد من الأزرقي مرورا بكل الكتب إلى البتنوني وصف. طيب. وهذا البيت أكيد ليش نصدقك؟ أولا الشواهد التاريخية من أو الكتب تذكر الكلام ده، أهل مكة عارفين الكلام ده، التواتر، الصور اللي أخذتها، السجلات اللي أخذتها، وعندي بعض الأشياء اللي إذا اضطر الأمر توضح أكثر. وأرجو أن يكون المكان ما زال موجود. شنو هو وضع الحالي المكان؟ هو بعد 40 يوم بعد ما كشفته والصور صورت الموقع، أنا سويت اللي هو ممكن أسويه، إنه يعني حطيت فيه رمل بحيث إنه لا يؤدي إلى تفكك المكان. هذه حسب بعض المعلومات اللي نعرف عن علم الآثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. فبعد كده طبعا المساحة كانت مطلوبة للمصلين، مسطحات، ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة حمام عام. صعب أن أقولها بس للأسف نعم. وده يعني ما أدري، يعني يحس نفسي كثير ويألمني كثير بالإضافة للأشياء الأخرى. هل الصدفة خلت في هذا الموقع التاريخي مكان يعني أنت بتحاول تأخذني إلى إنه أصدر أحكام؟ لا مو أحكام. أنا أبي أوصل إلى أن هل هناك تعمد في المسألة؟ أنا أبين حقائق ولا أحكم. أنا أقول لك حقائق. أنا إنسان علمي معماري آثاري مخطط، درست مكة والمدينة لمدة 4 ولم يدرسها أحد، مع فريق لا يقل عن 150 شخص من مختلف التخصصات والعلماء قدام كل البدائل كلها. فإذا تبغى حقائق علمية، لكن أدخل أحكم إنه من وكيف وليش ما أدخل فيها دي. نقدر نقول أن منزل الرسول تم طمسه. غير منزل الرسول ما هي أهم الآثار اللي تعرضت للطمس؟ زي ما قلت